السلام عليكم. والنهارده يوم السبت 17 ديسمبر من ميدان التحرير، وهنسمع دلوقتي بعد ما حصل دخول وحدة المظلات، هنسمع من واحدة من السيدات عندها حادثة حصلت معاها. مظلات لحظة دخلت. طيب ايه، قولي بقى ايه اللي حصل؟ كنت واقفة قدام الخيمة، أول ما دخلوا الكل بقى يجري وأنا كنت ماسكة المصحف في إيدي، فراحوا راميين الولع على الخيمة، قلت لهم ما تولعوش خيمتي، قالوا لي وادي المصحف أهو. ايه اللي حصل بالظبط بالتفصيل؟ بالتفصيل، أنا امبارح مسكوني ضربوني وخلعوا نقابي عند مجلس يا الوزراء. حاجة أنا بتكلم على هوسعة المصحف. ما أنا بقول لك واقع امبارح للنقاب وواقع النهارده للمصحف. طيب لا، أنا يهمني المصحف. أما دخلوا النهارده الصبح الساعة 8 بصوا للخيم ومشوا. وضربوا الناس وعوروا واحد ومشوا. هجموا علينا تاني في حدود الساعة 10 ولا 10 ونص. الكل بقى يجري وكل بقى يراوي، أنا جريت علشان أجيب المصحف من الخيمة. طلع بالمصحف رمى الولع، قلت له ما تولعش المصحف، راح نتش من المصحف ورميه في الخيمة. نتشوا بإيده؟ نتشوا بإيده ورماه في الخيمة. كتاب الله اهو. على كلام المصحف. كتاب الله اهو. كتاب الله اهو. وبعدين؟ الشعب يفوق. وبعدين جريت اعمل ايه؟ المصحف اتاخد من ايدي، اعمل ايه؟ بقيت اقول دافع عني وعن ديني يا رب، دافع عني وعن ديني يا رب، طمني على اولادي يا رب، طمني على اولاد الثوار مصابين واحياء يا رب، طمني عليهم كل واحد دار، على كل واحد مصري قاعد في بيته لسه. الجيش حد في ايده ساعة ايد يا جماعة؟ حد في ايده ساعة ايد عشان نأكد بس تاريخ ساعة اللي حصل؟ ساعة ايد يا جماعة، ساعة ايد. ممكن تجيب ساعة، هات الساعة اصورها بس بايدك. والنهارده يوم 17 والساعة دلوقتي 3:30، وده تأكيد لوقت الحدث. ماشي يا عمر، ان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله. السلام عليكم.